السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سمورة العمدة وبحبكم في الله، وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد 1445. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنفرج بها الهموم وتفك بها الكروب وتيسر بها الأمور وتصلح بها الأحوال وتغنينا بها يا أرحم الراحمين عن عبادك ولا تحوجنا إلا إليك. بحبكم في الله. تابعوا معايا الفيديو النهاردة. معايا روتين خفيف ظريف لطيف خالص 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 جوه المطبخ، وكمان مغيرين في الأكل، وهو عبارة عن كشري. النهاردة هنعمل كشري فول أخضر. طب هو مفيش فول أخضر الأيام دي يا أم حبيب؟ إيه الحركات بتاعتك دي؟ ما أنا كنت مخزناه يا ولاد بصراحة. هو الكيس ده هو اللي مخزناه، هو وكيس كمان، يعني هما دول طبختين اتنين، مفيش اكتر من كده. الحمد لله واللهم لك الحمد حتى ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا يرضيك يا ارحم الراحمين. طبعا نعم ربنا كتير جدا علينا، ويكفي ان احنا بنقوم الصبح الحمد لله على ما اصبحنا من نعمة احنا عباد الله اجمعين. طبعا هنا كده زي ما انتم شايفين، اول حاجة هنعملها مع بعض هنسمي الله ونصلي على الرسول، وهنعمل مع بعض شفشك طماطم حلو كده. خلاص يا حبايبي، هنضرب الطماطم على الخلاط، سهلة جدا وكلنا شطار وعارفين. وهاخد معايا بصلتين حلوين كده، وهبدأ ان انا اقطعهم مكعبات برضو صغيرة ظريفة لطيفة خفيفة زي البت سمورة العسول. وهنا كده يا حبايبي هحطها على النار، ومعاها معلقه من السمنه او من الزيت، اي ماده دهنيه انت حباها هتحطيها. لكن انا حاطه سمنه بلدي، يعني انتوا شايفين بقى، يعني الاكله غنيه بمكوناتها النهارده. مش معنى ان هو كشري ان احنا هنهمل فيه، ولا عمري، انتوا عارفين. هنا كده بشوح البصله وحطيت عليها معلقه من الملح، وخدت على الطماطم فلفل اسود وكزبره ناشفه وكمون مطحون، وبألف هنا وشفا. وهنزل بالطماطم بتاعتي بعد ما البصله اخدت لون خفيف. انا مش هدي البصله لون لون غامق عشان دنيا حر، تمام؟ وانتوا عارفين يعني دنيا حر واحنا متلككين اصلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا كده زي ما انتوا شايفين كمان معلقه صلصه، معلقه من الصلصه الحمراء، شطفت بيها كده شفشق الخلاط ونزلت بيها على الطماطم. خدت كده غلوتين ثلاثه، مش سبكت الطماطم، انا مش سبكت التجليه دي لسه. ونزلت بالفول. الفول هيتسبك مع الصلصه يا حبايبي. خلاص هنا كده الفول بتاعي كان طبعا متخزن، انا غسلته ونزلته على طول متلج، ونزلت بيه زي ما انتوا شايفين بيبقى اخضر كأنك لسه جايبه الفول من الغيط. طب طريقه التخزين ازاي يا ست ام صلاح؟ طبعا عملناها مع بعض في الشتاء، طريقه تخزين الفول والبسله. وادخلوا على قناه سموره واكتبوا اي وصفه انتوا عايزينها. طب احنا ما بنلاقيش الوصفات يا ام صلاح؟ لا يا حبايبي ان شاء الله هتلاقوه. هو الوصفه بتبقى في نفس الفيديو اللي انتوا بتشوفوه، يعني لو كتبتوا مثلا سندوتشات شاورما سموره العمده بتظهر الوصفة، بيظهر الفيديو، بس هو بيكون فيه طبعا نوع من الروتين خفيف. لان طبعا الوصفة يا حبايبي ما بتمشيش لوحدها بصراحة في قناتي، يعني لما بعمل وصفة بس لوحدها كده ما بتجيبش مشاهدات نهائي. فالناس بتحب ان انت تعملي معاها روتين خفيف معاها. يعني انا عامله النهارده وصفه دي بس، طب شوفوا هي مش هتتشاف، انا عارفه اللي هيحصل لكن انا بصراحه من المحبين ان انا اعمل الوصفه فقط لغير، واللي يدخل يشوف الوصفة يلاقيها. لكن للأسف انتوا مش مشجعيني ان انا اعمل الوصفات لوحدها. يعني انتوا لما ما بتحطوش لايك الفيديو ما بترفعش، يعني الفيديو بيسقط، يعني ما بيتشافش خالص. فبضطر ان انا ارجع اغير الفيديو واخليه يدخل فيه روتين عشان ان الفيديو يتسمع شوية، بحيث ان انا يرضو ربنا يرزقني ويطلع لي منه اي ارباح. لكن انا لما الفيديو ما بيتحطش لايك يعني الناس ما بتشوفش الفيديو، انا ما باخدش اي ارباح نهائي. فارجو منكم ان انتم ما تنسوش اللايك مش بيكلف اي حاجه من حضراتكم، وفضلا منكم ومساعده لسموره العمده ان انتم بتساعدوها وبتشجعوها ان انتم تعملوا لي اللايك عشان الفيديوهات ترتفع، وربنا يكرمنا كده يا حبايبي ان شاء الله. والحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين كده انا عملت طبعا، حطيت الفول في الصلصه وسبته يتسبك، وبدات ان انا اعمل سلطه خفيفه عاديه جدا. السلطه عباره عن طماطم وفلفل احمر وفلفل اخضر المتوفر عندك، معايا خيار ومعايا جته ومعايا جزر كمان وشبت وكزبره. وهبدا ان انا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اخرطهم كلهم خرطه مكعبات صغيره، تمام؟ او افرمهم فرم صغير، يعني انتوا براحتكم اللي انتوا عايزينه.
طبعا هنا كده بخلص كده اللهم صل على سيدنا محمد. السلطه طبعا ببشر الجزر يا حبايبي، لما بتحط على السلطه بتبشريه على المبشره بكل سهوله، يعني انت ما بتقطعش مكعبات، لا بتبشر، بيكون افضل واسهل في الاكل عشان برضو المعده تقدر تهضم. يعني عشان زي حالاتي كده معدتهم ما بتهضمش، ربنا يشفيني ويشفيهم يا رب. انا طبعا معدتي ما بتهضمش خالص يا حبايبي، والحمد لله والشكر لله، ما اعرفش ايه السبب، بس هي كانت تعبانه من فتره، وبعدين الوقت عادت ملتهبه جدا جدا وما بتهضمش، ورغم ان انا والله ما باكلش ما بلخبطش في الاكل خالص، بس مش عارفه. اللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا هنا كده خلصت كده السلطه بتاعتي وخلصتها، وطبعا السلطه دي تكفي، يعني طبق سلطه كده يرد الروح، وفي نفس ذات الوقت مغذي ومفيد، وكل الخضار ده بتساعدك على كل حاجه في البشره والشعر وكل اللي انتوا عارفينه. هنا كده يا حبايبي كنت سلقت بقى جنب الصلصه كده والفول حبيتين بطاطس مع 4-5 بيضات. خلاص، بعمل بطاطس طرنشات وبسلقها سلق عادي، واول ما بتتسلق بطلعها اقشرها واحمرها. طبعا البنات مش هياكلوا كشري فول، ولا هياكلوا بطاطس، ولا هياكلوا بيض، ولا سلطه، ولا اي حاجه من دي. طب هم هياكلوا ايه يا ست ام صلاح يا عسوله؟ البنات اللي قاعدين كل شويه يتبغدادوا على الاكل دول. بصراحه انا كنت عامله من اليوم اللي جاب لي الاكله دي كنت عامله مكرونه بشاميل لصاحبه اسماء بنتي، كانت عندنا وبس انا ما صورتش. قالت يا اسماء انا نفسي اكل، انا هاجي اتغدى معاكم. قلنا يا 1,060,000 مرحب، تمام، تعالي يا روح قلبي، اللي بيجي بخير وبيجي برزقه، والحمد لله الخير كان كتير. وعملت لها مكرونه بشاميل وعملت لها فراخ مشويه، وبألف هنا وشفا ليها يا رب العالمين. كلت واتبسطت، وبيجي كده طبق فالبنات سخنوه تاني يوم مع الكشري. خلاص، هما ما باكلوش كشري فول. طبعا في بيض، البيض حلو، البيضه حلوه اللي انا بقشرها دي، بس لقيت البيضه صفرة من جوه من الداخل، معرفش هل هي بقى عشان الحر، معرفش هل هي، بس طبعا ده البيض ده كان من الفرختين بتوعي، يعني مش جايباه من بره ولا حاجه. المهم لقيت البيضه صفرة، فانا للامانه خدته حطيته للفراخ، خدت البيضه يعني حطيتها للفراخ تاكلها افيد، بدل ما ارميها خساره طبعا وحرام، وفضلت ان انا ما اكلهاش. طبعا هنا برضو لقيت البيضه دي من جوه منجره اسمر كده، فما قلت لا بلاش منها هي كمان، يعني انتوا فاهمين، يعني ال5-6 بيضات اللي انا سلكتهم صفيوا على 3 بيضات لا صفيوا على 4 بيضات هم، الحمد لله والشكر لله ونعم وفضل اللهم لك الحمد. طبعا انا في اليوم ده اكلت بطاطس مقليه بس ما اكلتش بيض، لان انا بقالي فتره زي ما قلت لكم بطني ملتهبه، ولما باكل بيض بهرش في جسمي جامد، وانا عمري ما كان عندي حساسيه، فانا متدهوره يا وليه متدهوره، بس انتوا عارفين ولا عمري هبطل. انا بصوا انا مستقنيصه كده. بحبكم في الله، واتمنى ان الفيديو يكون عاجبكم، واتمنى ان انتم تكونوا بتستمتعوا معايا. بحبكم جدا جدا، بحب البطاطس المجرمشه دي موت. يا رب كده تستفادوا من الوصفه. كانت معاكم سموره العمده، والسلام عليكم ورحمه الله، وبحبكم جدا.